مشكورين أولا على هذه الاستضافة الجميلة. طبعا الفكرة كانت بسيطة جدا، فقط لمتابعة المونديال ومعرفة أن قطر أخذت الدور في استضافة مونديال قطر، فكانت لهفة شوق لدخول هذا المونديال ووضع بصمتنا داخله. نعم. فأتت هذه الفكرة وحبا في المغامرة أتينا بالدراجات الهوائية. يا مرحبا بكم وحياكم الله في وطنكم الثاني قطر، وأكيد إحنا نرحب بكل الجاليات اللي جاية تشرفنا، وتحية من القلب إلى أهلنا في اليمن. أهلا وسهلا. سؤالي حق عمر. أنت أنا أشوفك يعني أنت أصغر من أخوك، شلون حسيت هذه التجربة إنك تجي من اليمن لين قطر بالدراجة الهوائية؟ والله التجربة حلوة ومغامرة حلوة. حسينا بعض التعب وبعض الإرهاق، لكن واصلنا واجتهدنا على وصولنا إلى قطر ودعم المنتخبات العربية. مرحبا. أكيد أن الفكرة لما أنتوا بدت ما شاء الله عليك بسيطة جدا، لكن خلينا نتكلم معاك لما تناقشت مع الأهل، الوالد، الوالدة، الأخوان الكبار. أكيد أن هذا عارض، وهذا قال لك مثلا الوضع يمكن يكون خطر، المسافة طويلة، يكون شاق، يكون مثلا ما في أماكن قريبة تقدم لكم الخدمات. أبي أفهم الحوار اللي حصل والمعارضات اللي تمت. طبعا الكل سمع فكرتنا وحس انها فكرة جنونية وان احنا بلا عقل، فالكثير منا انتقدنا ومنهم الاصدقاء والاقارب والاهل، ولكن كانت الفكرة غريبة نوعا ما، لكن كان الوالد له دور اساسي في دعمنا. الفكرة حبها وكان الداعم الرئيسي لنا، والوالدة الله يحفظها كانت قلقة دائما وتدعي الله ان احنا نوصل بالسلامة، لان ما في ده اي شيء تسويه، تقول الله معاكم وبس. الحمد لله ان انتم وصلتوا بين اهلكم، وان شاء الله الوالد والوالده بعد يطلعون تلفزيون قطر ويتطمنون عليكم ان انتم الحمد لله وصلتوا بخير وبسلامه. طيب يعني الفكره جاتك هالشكل مره واحده، ليش اخذت اخوك الصغير معك؟ الفكرة وضعناها في جلسة عائلية، فأخي الصغير هو أول من تفاعل معي فحب يعني. أي نعم، وبس كنت أشوف كيف الشلة اللي طفل معي كيف الشلة، لكن أثبت إنه رجل يعني. لكن طبعا لأن إحنا لاعبين تايكواندو معروفين بالقوة، فقوة قلبه عظيمة جدا. الحمد لله. فساندني وقال أنا معك، والله ما نمشي إلا سوا. يعني عمرك ما دام انك لاعب تايكواندو قلت انا بروح